السلام البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. البنات بغيتكم تنصحوني، فعلا انا محتاجه النصيحه ديالكم، وفعلا انا كيهموني الاراء ديالكم لانني ضغط وما عرفتش شنو ندير. فقلت نشارك معكم قصتي، تقولوا لي شنو يمكن لي ندير، تقولوا لي شنو يمكن لي ندير. انا تقريبا شهر وزياده باش مزوجه هنايا في تركيا. في الاول السيد كان خدام، دفعت الاقامه ومازال ما خرجت ليا. باردون 3 شهور باش مزوجه، ودابا شهر هادي باش دفعت الاقامه وكنتسناها مازال ما خرجت ليا. كيف ما قلت لكم في الاول كان خدام، كان كيمشي كيخدم في الطوبيس وكيرجع. حاليا وقف من الخدمه، ما خدام ما ردام، غير الدار والكارو والماكله والشراب والنعاس. ديك كريدي كارد اللي كانت عنده قال لي سالات ما عندي باش نصرف. انا ملي جيت من المغرب داك الذهب ديالي وداك الشيء كامل اللي كان متعلق ليا صرفناه فلوس، ودار لي واحد لاكارت دار لي فيها فلوسي. قال لي هانتي هاد الفلوس هادو صرفيهم اورو وديريهم في حسابك. هاد الحساب هذا بسميتي، حيت دابا انت مازال ما خرجتي لاكارت لا حتى حاجه. الاورو غادي وتيطلع اولا الدولار. هنايا تركيا الليره ديالها ديما طايحه. قلت انا مزيان، ها هما فلوسي هنايا كيتجمعوا، ندير واحد المبلغ كبير وناخذ شي حاجه اخرى. شويه السيد بدا كيصرف من دوك الفلوس اللي عندي في لاكارت. تعصبت، قلت له علاش كتصرف لي من فلوسي؟ قال لي وحنايا ماشي مزوجين، يعني يكون عندي تاكلي يكون عندك ما ناكلش. فلوسك هما فلوسي وفلوسي هما فلوسك. دابا انا في واحد الوضع اللي صعيب، خصك توقفي معايا كزوجه. وماشي غير هذا هو المشكل، اوسي مازال عزبه لحد الساعه، مازال عزبه ما كيقرب ليش. ملي كيقرب لي ما كيوقع والو بيناتنا. وكنقول له نمشيو للطبيب وهذا تيقول لي راني غير مستريسي دابا مع الخدمه، ما عنديش الخدمه، ما خدام، ما هذا ما حتى حاجه، وقفي معايا. انا حسيت براسي غلط وتسرعت وثقت وانا دخلت بنيتي مع هذا السيد هذا. راكو عارفين لغتهم وطريقه الاهتمام ديالهم وكلامهم الحلو وبزاف. قلت انا هاد السيد هذا ما يمكنش يغدر بيا او ما يمكنش يستغلني او لا. فالبنات دابا انا كرهت حياتي وندمت وحاسه براسي خسرت كل شيء. حاجه وحده اللي ما خسرتهاش هي انني باقا عزبه. شنو تنصحوني؟ شنو ندير؟ واش نطلق من هذا السيد هذا او لا نصبر معاه؟ فلوسي اصلا صافي مشاو، لانه في لاكارت ديالو كيصرف بها وما باغيش يعطيني حتى ديك لاكارت، ما باغيش يعطيها ليا. قال لي ها هي عندي انت، راكي ما غاديش تعرفي تصرفي بحكم انني يلاه جيت جديده، بحكم هذا عنده هو كل شيء. فحسيت براسي باللي تقولبت. خديت اكبر درس في حياتي، هو انني ثقت ثقه عمياء في واحد السيد اللي وهمني بزاف ديال الحوايج. صدقت انا دابا صداقي كناكلوه بواحد الطريقه اللي ما كنتش كنتصورها كاع. فيا ريت كون رجع بيا زمان اللور، كون داك الذهب ديالي كله خليته في المغرب وما جبتوش. انا ثقت وقال لي صرفيه وصرفتو بزاف ديال الحوايج. فقولوا لي البنات شنو غادي ندير؟ انا غادي نبدا انا نقول بعدا وعاد نتوما قولوا. واش هذا زواج؟ من الدقه الاولى ها انا ما خدامش، من الدقه الاولى
شهر شهرين 3 شهور سلاو ليا الفلوس، ما عنده مو، ما عنده اختو، ما عنده باه، ما عنده تصيلتو، ما جبعش فلوس، ما عنده حتى حاجه. اختي خرج من الخدمه يمشي يخدم. علاش المزيوده ديالكم كلها كتوريوها ليهم؟ شنو زعما شنو زعما شنو واش لهاد الدرجه هادي حنايا البنات العاطفه كتغلبنا على العقل؟ واش لهاد الدرجه هادي الكلام الحلو والوعود الكذابه كتقدر تغري اي وحده وديري اي حاجه في سبيل انك تبقاي مع هذاك السيد؟ كتبوا لي عافاكم في التعاليق واش زعما حتى لهاد الدرجه المراه ضعيفه؟ انا ضعيفه وتثيق بهاد السهوله هادي؟ نقول لكم تيق. كاينين اللي يثيقوا بهاد السهوله هادي، كاينه اللي تسمح في كل شيء وتعطيه للراجل غير يبقى معاها وغير يبغيها وغير يهتم بها وتايقه فيه، يكفي انه يبقى معاها. كاينين بزاف، ولكن النتيجه كتكون صعيبه وما ما كتفرحش، لانه باش تثيقي بواحد بحال هذا، تثيقي به وتعطيه كلشي ديالك، سهلتي عليه الامور كامله في واحد الظرف اللي وجيز. يعني ماشي بديتوا الحياه عايشين 10 سنين 5 سنين، شفتيه كيتقاتل معاك، شفتيه خدا شي كريدي باش يشريو طوموبيل اولا تشريو دار اولا هذا، وكيخدم وكيتقاتل مع الوقت وقال لك راني مزير خصنا نكملوا هذا الكريدي هذا باش نرخفوا على راسنا شويه، وهذا ما فيها باس تعاونوا رجالكم، انا ماشي ضد، ما فيها باس الا شفتو تيدير شي حوايج اللي لمصلحتكم بجوج بكم ولوليداتكم ما فيها باس. ولكن واحد من الحماره للطياره، ها انا تزوجت به، ها انا جيت لتركيا، ها انا مازال ما درتي تا وراقك، مازال ما سخنتي تا بلاصتك، مازال عزبه وياخذ لك الحصيصه ديالك ويكركبك. هذا فكرني في هذاك اللي قال عندي الشركات وعنده صدق دالها رزقها كله، شي وحده واش في المغرب ولا في فرنسا ولا ما نعرف فين، تركي نيت. فاختي كاين واحد النوع اللي هذه هي الحرفه ديالو. وي كاين واحد النوع اللي الحرفه ديالو هي هذه. كاين واحد النوع اللي فقط غير يستغل الضعف ديالك، غير يستغل داك الحرمان ديالك، وغير يستغل داك شخصيتك الضعيفه الرهيفه اللي تثيقي في اي حاجه، كيف ما تيقولوا لنا يا بالتركيه صافلك، يعني داك الصفاء ديالك، ديك النيه ديالك الزايده، ومن بعد كيتقلب عليك كل شيء. قانون لا يحمي المغفل، راكم عارفينها. الواحد يحسبها بعيد ماشي يشوفها بين رجليه. هذه علاقه ربي نجاك، هذا بعدا ملي ما وقع بيناتكم والو، راكي باقا عزبه، راه ربي راه كيبغيك ورا تيقول لك انا راني كنمنحك واحد الفرصه اخرى باش تنوضي تجمعي راسك. وديك دابا ديك الكارت اللي عنده سي خوطار، يعني دوك فليسات كاملين اللي صرفتيهم كامل، داك الذهب ديالك كله صرفتي ما خبيتي والو. قال لك ديما الشخص ما تيقش 100%، ديما خلي واحد الاحتمال ديال 1%. ما انا ما نقولك جوج، ما نقولك ثلاثه، ما نقولك، خلي 1% يقدر يغربيك على الاقل، خلي واحد شويه في القنت يقدر تحتاجه. قال لك ديما ما خصكش تعطي الثقه ديالك التامه للانسان كيف ما بغى يكون النوع ديالو، ما خصكش تعطيه ديك الثقه التامه، ديك الثقه العمياء. ديك الثقه العمياء كيعمي لك العينين بجوج، كتجلسي يا اختي عوره كتبقاي كطلبي الشتا. وخليو لنا تعاليق ديالكم، وباش كتنصحوها راه غادي تشوف الفيديو وغادي تقرا التعاليق ديالكم. فهذه وحده من وحدات بزاف، اللي وحده كاع اعطاتو الفلوس، خوها صيفط لها الفلوس من اسبانيا ومشات شرات بقره، من بعد قال لها سيري في حالتك ما كيتساليش، حيت البقره بسميتو. وي زيدها على مولات الزيتون اللي شدت فليساتها وشرات الزيتون سميتو، قال لها سيدي ما كيتساليش، الفلوس كيتخبعوا في الذهب في المغرب.
ماشي في تركيا، او لا يشوفهم الراجل. ايوا بقاو